انبهار الصحافة والإعلام المصري والعربي من سرعة بديهة وقوة القوات البحرية المغربية في إنقاذ 3 لاعبين في رحلة يخت أثر حادث تسبب في غرق اليخت والحمد لله تم إنقاذ 3 لاعبين بسرعة بديهة قوية جدا جدا في رحلة ترفيهية في المضيق، وهم دلوقتي بحالة كويسة جدا جدا عشان الحمد لله تم إنقاذهم بسرعة، وفي لاعبين للأسف الشديد مفقودين. فكتبت صفحة توب أفريكان فوتبول العربية اللي كتبت يوم حزين على الكرة الإفريقية وجماهيرها في كل مكان بعد وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت وفقدان لاعبين من نادي اتحاد طنجة المغربي بعد حادثة غرق يخت سياحي في المضيق في رحلة ترفيهية. وحرفيا يعني يوم حزين جدا جدا، وبننعي وبنقول يا رب ارحم كل المتوفين، يا رب ارحم اللاعب المصري أحمد رفعت اللاعب المحترم الخلوق، وكمان اللاعبين عبد اللطيف أخريف وسلمان الحراقة. وكمان كتبت عندك صفحة جاست الأهلي المصرية اللي كتبت لا حول ولا قوة إلا بالله، غرق قارب بيقل 5 لاعبين من فريق اتحاد طنجة المغربي خرجوا في رحلة ناحية شاطئ المضيق. حتى الآن أنقذوا بسرعة 3 لاعبين في الفريق ولسه جاري البحث عن الباقي. الحقيقة عزيزي المشاهد، هو أنت كده لما تيجي تبص وتشوف القارب الترفيهي أو المركب الترفيهي اللي كان على متنه 4 لاعبين من نادي اتحاد طنجة المغربي اللي توفى منهم 2، هتلاحظ ان القارب يعني مش قارب مثلا بايظ او قارب متدمر او قارب عايز اصلاح، ده مركبة الحقيقة حلوة جدا جدا ومركبة قوية، ولكن ده قضاء ربنا لانه خرج احد الناجيين من ال3 افراد اللي الحمد لله تم انقاذهم بسرعة في غرق القارب او غرق المركب لما راحوا وسالوه ها ايه اللي حصل، قال لهم احد الناجين والذي كان برفقه لاعبي اتحاد طنجة ان المركب لم ينقلب ولم يغرق. يعني شوف المركب كويس، ولكن اللي حصل بالظبط عزيزي المشاهد ان هم بعد ما وصلوا منتصف البحر فقرروا ان هم بقى خلاص يلبسوا جواكت الميه وينزلوا يعوموا شويه حوالين المركب. فقال لك ان هم سكتوا الموتور وهبطوا المخطاف وبداوا اللاعبين ينزلوا الى وسط البحر بنفسهم عشان يستمتعوا بالاجواء. واللي حصل بقى ان الريح كانت قويه جدا جدا، رياح قويه وسريعه جر المركب لبعيد، واللي في وسط الميه ما قدرش ان هو يلحق المركب ويطلع. بعد كده قال لك عبد الحميد اللي هو كان متواجد داخل المركب وما رضيش ان هو ينزل معاهم البحر، قال لك ان انا حاولت اوقف الموتور واوقف القارب ولكن الرياح كانت قويه فضلت تاخده لبعيد واللاعبين مش عارفين يطلعوا، وبداوا اللاعبين ال4 موجودين في البحر عمالين يقراوا قران. وبعد كده للاسف الشديد عبد اللطيف اخريف والحراق جه فيهم طيار بحري قوي جرهم لبعيد لحد ما بقوش ظاهرين ولا حتى بقوا شايفينهم. اما بقى ال2 التانيين فضلوا ان هم يقاوموا الامواج ويحاولوا ان هم يشدوا الطيار القوي اللي كان عايز برضه يجريهم زي اخريف والحراق، ولكنهم قاوموا لحد ما الحمد لله وصلت البحرية الملكية بسرعة كبيرة جدا جدا وانقذوهم وخرجوهم. وشاركت صفحة ملاعب صفحة تانية برضه كانت متابعة الموقف لحظة بلحظة، وكتبت ان في نفس الوقت تمكنت عناصر البحرية الملكية وعناصر الدرك من إنقاذ 3 لاعبين آخرين من الموت المحقق في عمق المياه على بعد أزيد من 800 متر من شاطئ المضيق منخرط، و4 لاعبين بيلعبوا في صفوف اتحاد طنجة كانوا على متن يخت صغير، وأثناء دخولهم وسط المياه بدأوا في ممارسة السباحة تاركين اليخت لوحده مما تسبب في ابتعاده نتيجة الرياح القوية وجهل السائق في طريق قيادة اليخت. الحقيقة عزيزي المشاهد وبكل تأكيد يعني المواقف ديت وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت وعبد اللطيف أخريف، يعني الحاجات ديت بتثبت لنا ان فعلا الموت قريب قوي، وما تغركش ان انت مثلا لسه صغير او لسه شباب، ممكن الصغير يموت قبل الكبير وفي لحظة كده ما تعرفش جاية منين. اهم دولت 4 لاعبين ولا 5 لاعبين شباب بيلعبوا في اتحاد طنجة المغربي راحوا بيخت